السلام عليكم متابعي قناة هل تسمع الأعزاء. علامة من علامات الساعة الكبرى ظهرت اليوم في نهر الفرات أمام آلاف المسلمين وأنتم غافلون عنها. لن تصدق ما ظهر. سنتعرف الآن على أقوى علامة من علامات الساعة التي ظهرت اليوم وجميع المسلمين يغفلون عنها. ولكن فضلا إذا كنت مسلما اضغط لايك لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسوا مشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. انحسار نهر الفرات عن جبل من الذهب هي علامة من علامات الساعة، حيث ينحسر نهر الفرات عن جبل من الذهب، ويسمع الناس بهذا الكنز العظيم ويتكاثرون عليه من كل جانب في سباق محمول للحصول عليه والاستئثار به. وبعد ذلك تحدث المجزرة الكبرى التي أخبرنا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقتل من كل 199 كما جاء في روايات كثيرة، حيث أن تحت نهر الفرات جبل كبير جدا من الذهب. هذا الجبل إذا ظهر فهذه تعتبر من أقوى علامات الساعة التي ظهرت. فهذه العلامة ظهرت واكتشفها العلماء، حيث انكشف جبل الذهب وصوره العلماء من الفضاء، وهذه صورة جبل الذهب، وهذا الجبل موجود تحت نهر الفرات في العراق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصل عن كنز من ذهب، فمن حضره لا يأخذ منه شيئا. نهر الفرات الذي كانت تصل مياهه إلى حافة الطرق سابقا تراجع بشكل كبير حتى أصبح أقرب إلى الساقية. نقف الآن أمام مشهد يقطع القلوب عندما نرى بأن الفرات قد انحسر أغلب مائه، وهذا مصداق ما أخبرنا به الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199. إن المراكز التخصصية والعلمية قد سجلت في تسعينيات القرن الماضي ارتفاع مناسيب نهر الفرات إلى الذروة حتى بلغت 4 أضعاف منسوبه العادي أو تعدى هذا الرقم، إلا أنه في السنوات والفترة الأخيرة قد تراجع هذا المنسوب كثيرا حتى كاد يصل إلى 2 أو دون ذلك، وهذا أثر سلبا على الواقع السياحي والواقع الاقتصادي. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كنت واقفا مع أبي كعب فقال: ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يحصل الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس صاروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه لا يدعون منه شيئا، فيقتل الناس من كل 199. ويقول الإمام النووي رحمه الله في معنى انحسار الفرات: ومعنى انحساره يعني انكشافه لذهاب ماء، وقد يكون بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير معروف، فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب، تخيل أن أمامك جبل ضخم من الذهب. ولكن الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الأخذ من هذا الجبل بسبب أن جميع الناس والمسلمين سيقتلون بعضهم عليه. وجاء في الصحيح من حديث عبد الله بن الحارث أنه قال: كنت واقفا مع أبي كعب فقال: أن الناس لا تزال أعناقهم مختلفة إلى الدنيا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن ينحسن عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس صاروا إليه، ويقول الذي عنده لأن تركناه لهم لا يأخذوه، فيقتتلون عنده ولا يكاد ينجو منهم أحد، يقتتل عنده من كل 199. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمعتم بذلك فلا تذهبوا إليه، يقتل عنده من كل 199. هذان الحديثان لهما شواهد أخرى
تريد المعنى لا تريد السند. هذا كله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذلك في زمن عيسى عليه السلام يكثر المال في الدنيا ولا يوجد فقير. وفسر أحد العلماء أن هذا المال الكثير هو بسبب هذا الجبل. فذكر القرطبي أن هذا الزمان الذي أخبرنا عنه النبي محمد أن المال يفيض فيه، وكذلك في زمن عيسى عليه السلام. ولعل سبب هذا الفيض العظيم ذلك الجبل الضخم ما عما يحصل عليه المسلمون من أموال المشركين. جبل من ذهب، ولم يقل كوم من ذهب أو عنتل من ذهب. والتل مكان مرتفع ولكنه أصغر من الجبل، أي أن له ارتفاع وله جذور في الأرض توفق نفس الارتفاع، وهذا يدل على كثرة الذهب. وتوجد أقاويل وكتب كثيرة جدا في قضية الفرات على جبل من ذهب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المكان، والمكان هو الفرات، وقام بتحديد الشيء الذي سيخرج منه وقيده بالألفاظ، وهو جبل من ذهب. وعلامة أخرى بأن الناس سوف تقتتل عليه أول ما ينكشف ويظهر، وينجو واحد من كل 100، ويقول كل رجل لعلي أنا هو، بمعنى لعلي أنا الذي أنجو، وهم ذاهبون ليقتتلوا ويعلمون بذلك، ولكن كل شخص عنده أمل بأنه سينجو وياتي بالذهب. هذا الجبل ليس المقصود به البترول كما قالوا، النص يقول فيه النبي عن جبل من الذهب ولم يقل البترول، كما قال البعض لأن البترول لم ينحصر وأنه في كل مكان. ولكن النبي خص نهر الفرات بأنه عندما يبدأ بالجفاف وينخفض منسوب مياهه عندها يظهر الجبل، وهذا يدل أن الجبل تحت الماء ولكنه فوق الأرض. وهذا الجبل موجود الآن ولكن الماء يغطيه، وعندما ينحصر عنه الماء سينكشف. إن حب الناس للدنيا قديم، وتعلقهم بالمال وشغفهم به لا يوصف، وقد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه في مغرد الدم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو كان لابن آدم وادان من مال لابتغى وادا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فلا يزال الإنسان حريصا على المال لاهتا وراءه مستكثرا منه جماعا له، حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. وتمت حادثة مستقبلية بين القرآن نتائجها، ومرجع ذلك إلى العلم التام بطبيعة الإنسان ورغبته في الإخلاد إلى الأرض. ونقصد تحديدا قول الله تعالى مبينا عمق افتتان الناس بالدنيا: بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. فالآية تدل أنه لولا الخوف على الناس من الفتنة في الدين لأمد الكفار بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون، إذ لا تزن الدنيا عند الله جناح بعوضة، فكان المنع حماية للعباد من هذه الفتنة المتوقعة. فلنربط هذه الآيات السابقة بالحادثة المذكورة في الصحيحين، والتي تتحدث عن انحصار الفرات عن جبل كامل من الذهب في آخر الزمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الفرات أن يحصل عن كنز من ذهب، لكن فتنة نهر الفرات تفوق نتائجها ما حصل بسبب الثروة القارونية، فإن الأحاديث تتكلم عن ثروة طائلة تفوق الخيال، يمكن لصاحبها أن يتربع عرش العالم بلا منازع فتدين له الأمم، ويمكنه من خلال تلك الثروة أن يتحصل على لذائذ الحياة الدنيا بجميع أشكالها. والآن يحسن بنا استجلاء بعض ما تضمنته تلك الأحاديث، ونبدأ ببيان النهر المشار إليه، وهو نهر الفرات، ويقع شمال شبه الجزيرة العربية، وينبع من جبال طرس في تركيا، وتجري مياهه حتى تصب في شط العرب، وهو في أيامنا هذه لا يزال معطاء ومصدرا للخيرات كما كان في السابق، وسيظل كذلك حتى ينحصر عن جبل من الذهب كما أخبر الصادق المصدوق. ثم يأتي الحديث عن النهي النبوي المذكور، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا،
والسر في ذلك كما يذكر الشراح أن النهي متعلق بالآثار المترتبة عليه وليس لذاته، ولما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه، فهو باب سد الذريعة، وإلا فإن أصل المال طيب. ومنشأ هذه الفتنة المستقبلية التي لم نرها حتى الآن هو الاغترار بالدنيا وزخرفها، والحرص على جعل اللذائذ الفانية واعتبارها غاية المراد ومنتهى المطلب، وهو الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. بقي أن نشير إلى مسألة نجدها في الكتب المعاصرة، وهي محاولة تفسير جبل الذهب بالبترول، باعتبار أن الاقتصادات العالمية تسميه الذهب الأسود. ولا شك في اعتلال هذا المسلك الأعوج في تأويل النبوءات قبل وقوعها، وإخراج الألفاظ عن مدلولاتها، وهو ما يشير بجلاء إلى خضوع الفكر لسطوة المفاهيم المادية. والحق أن نقول لن نعلم حقيقة هذا الإخبار الغيبي وكيفيته إلا بعد وقوعه، ممتثلين في ذلك بالأمر الرباني، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان قليلا فكتر، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين. اللهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، ويا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين،